بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخير. وكل حلقة وانتم بألف خير وصحة وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى من حضراتكم إذا كنتم أول مرة تتفرجوا على القناة، أتمنى أن يسعدني ويشرفني أنكم تشتركوا في القناة، واللايك الجميل بتاعكم والصلاة على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلب التعليقات. وأتمنى ليكم التوفيق والنجاح في كل حاجة. أنا بحكي لكم تجربة عن تربية الفراخ داخل البطاريات. طبعا دي تجربة ناجحة جدا 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 بفضل الله، ولكن عنوان الحلقة إن شاء الله رب العالمين بعنوان إن إزاي أربي الفراخ بتاعي في البطارية في حدود الإمكانيات المتاحة. يعني أنا ممكن أشتري بطارية وحدود إمكانياتي أبدأ أربي وأتعامل. بمعنى أنا عندي بطارية وعندي غرفة زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. أنا بدأت ببطارية واحدة، وبعدين العمل كبر شوية بفضل الله، جبت بطاريتين وبدأت إن أنا أشتغل وعملت شفاط. وفي حدود الإمكانيات اللي أنا عاملها في قلب المكان أنا تعايشت وربيت بفضل الله. أنا عندي السقف حضراتكم مقفله خشب، والأوضة معزولة كويس جدا، والشفاط بيساعدني، زائد إن أنا بحب أرطب الجو على الطيور. أنا برطب بالبخاخة وبزيت النعناع لما درجة الحرارة بتبقى عالية، زائد بحط فيتامين سي في المية، والأمور ماشية بفضل الله. أنا عاوز أنوه على حاجة، إن مفيش حاجة توقفك في تربية الفراخ. ده باب رزق جميل، ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب كل الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ اشتغل وربنا يرزقك، وزي ما هتجتهد ربنا هيعطيك والله. بالاجتهاد والتوكل على الله ربنا هيرزقك وهيوسع عليك، وخطوة خطوة. يعني ما بنطلعش مرة واحدة كده بفضل الله، ولكن اجتهد واعمل اللي عليك. جيب بطارية، ابدأ جيب فراخ. طبعا البطارية يا أحباب، أنا دايما بقول البطارية دي أنظف حاجة تربي فيها الفراخ البيضة. واخدين بال حضراتكم؟ لعامل المرض فيها يعني يكاد يكون معدوم، فأنت كده بتنجح بل بتكسب كمان، وربنا بييسر لك الأمور في ظل أي ظروف. ابدأ جيب وتوكل على الله واشتغل. زائد عامل النظافة يا أحباب، يعني هي بطارية ونظافة حاجة ما شاء الله ما شاء الله، حاجة محترمة، بس عامل النظافة عامل أساسي وعامل مهم في نجاح الدورة. وزائد إنك أنت إزاي تحافظ على درجات الحرارة في قلب المكان، وفي نفس الوقت التهوية اللي أنت دايما بتجددها في قلب المكان، لأن طول ما الهواء متجدد ودرجة الحرارة أنت محافظ عليها، يعني في حدود الإمكانيات اللي عندك برضه. واخدين بال حضراتكم؟ أنا بقول في حدود الإمكانيات اللي عندكم هتلاقي الأمور ماشية كويس. يعني تلاقي مثلا الفراخ في الحر ملحلحة أو وقاعدة تفتح بقها أو كلام من ده وبتاع، بخاخة وبحط فيها مية بزيت نعناع، مية بزيت نعناع، وبحط فيتامين سي في قلب المية. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ طبعا فيتامين سي ده انا بحطه امتى؟ انا بحطه من بعد صلاة الفجر في درجات الحرارة العالية، فده بيعديها بفضل الله والله يا احباب، والدنيا بتبقى ماشية يعني، والشفاط شغال معايا والدنيا كويسة بفضل الله. فيا احباب انك انت تبدأ وتربي في قلب البطارية حاجة ممتازة 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 ممتازة، وربنا يرزق الجميع يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا احباب في شوية حاجات كده بسيطة عاوز اقولها لكم وتاخدوا بالكم منها في الفترة اللي فيها درجات الحرارة العالية. حاول دايما على طول المكان بتاعك يبقى درجة حرارته في درجات الحرارة العالية ما تزيدش عن 32 او 33. يعني هنحاول ازاي بقى حضراتكم؟ زي ما قلت لكم كده، بالبخاخة وعزل السقف بتاع الغرفة. لو هي ويا ريت لو هي غرفة مثلا فيها السقف مصبوب هتبقى اجمل وافضل. انما انا عندي الغرفة، انتوا واخدين بال حضراتكم، الغرفة السقف بتاعه انا مجلده بخشب، وفوق الخشب ده صاج،
فدرجة الحرارة عندي معقولة، مش وحشة بفضل الله. وأنا لما بحب إن أنا أهدي درجة الحرارة، أنا عندي ترمومتر طبعا في قلب المكان، وبقيس درجة الحرارة، وبناء عليه أنا ببدأ أبخ على الفراخ بالمية والزيت النعناع. على طول يا أحباب والله بلاقي درجة الحرارة غيرت معايا، برش عليهم والدنيا بتتظبط وتمام التمام، ويبقى الجو كويس، يبقى مفيش أي مشاكل ولا في أي حاجة خالص بفضل الله. فزي ما قلنا يا أحباب، الاهتمام بدرجة التهوية ودرجة الحرارة في المكان بالتظبيط زي ما قلت لحضراتكم كده، واخدين بال حضراتكم، زائد انكم طبعا بتحطوا اللي هو فيتامين سي على المية. فيتامين سي ده ما شاء الله طبعا رافع مناعة، وبيرطب على جسم الطائر، والدنيا بتبقى كويسة وماشي الحال الحمد لله رب العالمين. واخدين بال حضراتكم، وعاوزكم تاخدوا بالكم من حاجة ضروري جدا جدا في الفترة اللي احنا بنربي فيها الأيام ديت، إنك تاخد بالك من نظافة البطارية. طول ما الفرخ حاسس إن في تحت منه نظافة، زي ما شايفين كده بفضل الله، تلاقي إيه الفرخ واقف كويس ونايم واخد راحته، والدنيا كويسة ومفيش أي مشاكل خالص. ليه؟ ومفيش ريحة أمونيا، لأن ريحة الأمونيا بتتعب الطائر وتعمل تنفسي وتعمل مشاكل. ولكن بالاهتمام يا أحباب هتلاقي الدنيا ماشية معاك زي الفل بفضل الله. طبعا أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب الخير كله، اللهم آمين يا رب العالمين. واخدين بالكم يا أحباب، يعني أنا أتمنى والله الخير للجميع، إن ربنا يوسع عليكم وعلينا ويساعدنا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها ديت بأي مشروع. ابدأوا توكلوا على الله، ابدأوا ببطارية واحدة حتى واجتهدوا، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. سعيد طبعا بالوقت اللي بقضيه معاكم، وكل مرة وانتم بألف خير وصحة وسعادة، وتمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله رب العالمين. كان معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله